لان انا من الناس اللي بتحب قوي ان انا لما اكل حاجه اقرا السعرات الحراريه بتاعتها والمكونات بتاعتها. فده لفت نظري عن الدهون المتحوله اللي فيها. طبعا الترند بتاع الكيكه دي انا جبتها، طبعا لفيت عليها لغايه ما جبتها لان هي صعبه جدا انها تتجاب بصراحه. جبت واحده وهنشوفها ونجربها مع بعض. الترند اللي مكسر الدنيا. يلا بقى نشوفها مع بعض. هي بتتحط في طبق زي المولتن كيك كده. هي الكيكه ب10 جنيه، بس طبعا مع الترند ممكن تغلى يعني. الاستغلال كتير. طبعا ده شكلها اهي، كيكه عاديه متغطيه بالشوكولاته اهي. وطبعا في شوكولاته من جوه، وبتتحط في طبق زي ده كده وتتحط في الميكرويف حوالي 14 ثانيه، او في القلايه الهوائيه. لو عندك قلايه هوائيه 12 لتر ممكن تحطيها 4 دقائق، او في الفرن 5 دقائق. ونشوف بقى، نحطها في الفرن ونشوف وندوقها مع بعض. طبعا عملت القهوه بتاعت العصاري. طبعا طلعت الكيكه من الاير فراير، حطيتها في الاير فراير 4 دقائق، وده شكلها. طبعا وده شكلها. وطبعا عملت القهوه بتاعتي. هي جميله قوي لما تتاكل مع القهوه. عايزه اوريها لكم. طبعا تكون قهوه ساده، ان هي زي ما انتم شايفين سايحه ازاي من جوه، والكيكه هشه اهي. شايفين طعمها ايه. طبعا اسمها لارش. طبعا هي اسمها لارش. طبعا اسمها لارش. وعايزه اقول لكم ان هي فيها 400 سعر حراري. دي صعبه قوي في السعرات الحراريه. لو عايزه تاكليها يعني خدي حته صغيره ودوقيها يعني. انا ده اللي عملته يعني. هي حلوه قوي، لان انا ما بحبش الحاجه الحلوه. ممكن تشربيها لو مثلا ممكن مره في الشهر كده تدلعي نفسك وتشربيها مع قهوه ساده، وكده تكون حاجه كده بتدلعي نفسك بيها. اهي شكلها اهي. شايفين الشوكولاته اللي سايحه اللي فيها اهي. يعني ترند معقول. عايزه اقول لكم على تحذير بسيط خدوا بالكم منه جدا. ان هي فيها 12 مللي جرام دهون متحوله. لما قريت المكونات بتاعتها هنا لقيت ان هي فيها 12 مللي جرام دهون متحوله. فكده الدهون دي صعبه جدا، وخصوصا اللي بيعملوا رجيم. في ناس كتيره بتاكلها وبتاكلها بكميات كبيره، وبتجيب كمان علب منها. فهي مش صحيه قوي يعني. خلي بالكم من النقطه دي، يمكن تكون مش صحيه خالص. فخلي بالكم من النقطه دي، لان انا من الناس اللي بتحب قوي ان انا لما اكل حاجه اقرا السعرات الحراريه بتاعتها والمكونات بتاعتها. فده لفت نظري عن الدهون المتحوله اللي فيها. طبعا هي حلوه، انا ما قلتش حاجه، بس طبعا زي ما انتم شايفين كده. بس لو عملناها في البيت وراقبنا المكونات اللي احنا بنعملها بيها هتبقى كويسه جدا، لانها صعبه قوي. والمكونات كمان اللي قلت لكم عليها ان هي فيها دهون متحوله مش حلوه. طبعا هي كتير قوي بياكلوها وبيعملوها ترند، وطبعا مش موجوده في السوق لان انا دورت عليها ما جبتش الا واحده بس. فطبعا بالنسبه لكده مش حلوه خالص. اتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ويا ريت لو عجبكم تنزلوا تعملوا لايك ومشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي. مع السلامه.